السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الهبيده في كاس العالم. حلقتنا هنتكلم فيها النهارده عن كل الماتشات اللي اتلعبت في دور ال 16 من اول امبارح لغايه النهارده. هنشوفوا ايه اللي حصل ومين اقرب ومين بين لنا لمحه ان هو يقدر يفوز باللقب. هنبدا باول مباراه معانا ما بين المنتخب الهولندي والمنتخب الامريكي. قدر المنتخب الهولندي ان هو يحسم الماتش بهدفين مقابل لا شيء، وقدر ان هو يحسم صعوده للدور الثمانيه كاول متاهلين للدور الثمانيه. المنتخب الهولندي كان مذاكر المنتخب الامريكي بشكل كويس، عارف ان هو منتخب بيعتمد على السرعات، فقرر المدرب يوسف فنجايل مدرب المنتخب الهولندي ان هو يسيب لهم الكوره يلعبوا زي ما انتم عايزين، وقرر ان هو يستخدم سلاح الهجمات المرتده اللي كان سلاح فتاك للمنتخب الهولندي. قدر يخلص بيه الماتش، سجل هدفين وحسم المباراه بدري وخلص على المنتخب الامريكي. المنتخب الامريكي ما قدمش حاجه تذكر في المباراه، وكنا عارفين من قبل المباراه ما تتلعب ان المنتخب الهولندي هو اللي هيكون ليه اليد العليا في المباراه. رغم ان الاستحواذ كان بشكل كبير كان مع المنتخب الامريكي، لكن ما فيش اي خطوره امام المنتخب الامريكي. قدر المنتخب الهولندي ان هو يخطفهم في جون اول وجون تاني، خلصوا الماتش والماتش خلص 2-0 لصالح المنتخب الهولندي وقال لهم يلا مع السلامه. اما تاني مباراه معانا فكانت مباراه الارجنتين واستراليا، اللي قدر فيها المنتخب الارجنتيني ان هو يفوز على المنتخب الاسترالي بهدفين مقابل هدف، وقدر ان هو يتاهل للدور الثاني او الدور الثمانيه عشان يواجه المنتخب الهولندي. هو في سؤال مهم بس عايزين نساله لكل لاعبي المنتخب الارجنتيني: هو ليه كل ماتش انتوا نازلين خايفين ورجلكم بتخبط على بعض؟ ليه الرعب والقلق والتوتر دوت؟ مفيش ثقه خالص للعيبه، كل واحد عايز يخلص بالكوره، كل واحد عايز يدمج الكوره بشكل ازيد من اللازم. ده اللي انا مش قادر افهمه. كان اول ماتش في البطوله كان امام المنتخب السعودي، حسينا ان المنتخب الارجنتين نازل بكل اريحيه بيلعب بشكل كويس، سجل هدف اول عن طريق ضربه الجزاء، لكن بعد كده سجلوا 3 اهداف لكن اتلغوا. مفيش مشكله، بس انتوا كنتوا المفروض تثبتوا على المستوى ده. لكن بنتفاجئ بعد كده في تراجع غير مبرر المنتخب الارجنتيني، بيلبسوا الجول الثاني من المنتخب الاخضر السعودي، فابتدوا يقلقوا، ابتدوا يخافوا، وابتدوا ايه ده، في ايه اللي بيحصل؟ لغايه ما لبسوا الجول الثاني واللعيبه وقعوا تماما، وبقى خلاص الماتش بالنسبه لهم ميت. فاللي انا مش قادر افهمه هو ليه الرعب والخوف ده بدا من امام المنتخب السعودي ثم بعد كده المنتخب المكسيكي. الماتش الشوط الاول كان امام المنتخب المكسيكي كان سيء جدا، لكن قدر ليو ميسي في الشوط الثاني ان هو يسجل هدف عشان يفتح الماتش للمنتخب الارجنتيني والدنيا تتفتح بالنسبه له، وقدروا يسجلوا الثاني وخلصوا الماتش 2-0. اما امام المنتخب البولندي فالموضوع كان سهل، قدروا ان هم يكسبوا 2-0 وقدموا مباراه عظيمه احسن من اللي قدموها امام المنتخب المكسيكي وامام المنتخب السعودي في الشوط الاول بالذات، لان الشوط الثاني هم ما جوش امام السعوديه. اما الوضع امام استراليا كان وضع مختلف تماما. الوضع امام استراليا ان الشوط الاول المنتخب الارجنتيني مش موجود، في بطء شديد جدا، مفيش كور، وهددوا بيها مرمى المنتخب الاسترالي بشكل كبير. والشوط الثاني كان افضل للمنتخب الارجنتيني وكان ممكن يسجل هدف والثاني والثالث، وقدر ان هو يسجل الهدفين. لكن بعد كده كان في تراجع، وكان ممكن المنتخب الاسترالي يرجع بعد كده في المباراه. بعد ما سجل الهدف الاول كان ممكن يفاجئ الكل ويرجع في المباراه، تبقى المباراه 2-2، وساعتها المباراه تتأزم اكتر على المنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني داخل البطوله فاقد الثقه، رغم ان احنا كنا حاطين عليه امال كبير جدا في ان هو يفوز باللقب، ان هو مرشح للفوز باللقب، لكن الثقه مش موجوده، الثقه منعدمه عن كل اللاعبين، اذا كان ديبول، اذا كان حتى الحارس المرمى ايميليانو مارتينيز مش هو ده الحارس اللي كان بيلعب في كوبا امريكا اللي فاتت اللي قدروا ان هم يفوزوا بيها. مش هو ده فريق او منتخب الارجنتين اللي قدر يحقق كوبا امريكا بثقه وبجرأه عاليه جدا بفوزهم على منتخبات كبيره وفوزهم في النهائي على المنتخب البرازيلي. لا بالعكس، المنتخب الارجنتيني منعدم الثقه تماما، ما اعتقدش ان هم يقدروا يحققوا كاس العالم السنه دي. فرصهم قلت جدا بسبب الاداء السيء اللي قدموه، خصوصا ان هم هيلعبوا الماتش الجاي المنتخب الهولندي اللي واخد البطوله بالتدريج، بيرفع من الريتم بتاعه واحده واحده، عارف هو بيلعب امتى يهاجم وامتى يدافع وامتى يبطئ المباراه وامتى يسرع الجيم. فهو الماتش قدام المنتخب الهولندي هتكون صعب جدا، فلو فضل الاداء بالشكل ده فهيعانوا بشكل كبير جدا امام المنتخب الهولندي. الحقيقه الجميله في المباراه ان ميسي بيقدر يسجل هدف وبيبقى الهداف التاريخي للارجنتين في كاس العالم بتسجيله ال9 اهداف في البطوله حتى الان، من منذ ان لعب اول كاس عالم ليه في 2006 لغايه دلوقتي مسجل 9 اهداف وبيبقى الهداف التاريخي للارجنتين في كاس العالم. نيجي المباراه الثالثه معانا، مباراه المنتخب الفرنسي امام المنتخب الهولندي. المباراه دي كل اللي اقدر اقوله امبابي في يعني
ده بيعامل كاس العالم نفس المعامله اللي بيعامل بيها كاس الدوري الفرنسي. في ايه يا عم؟ ما تهمد يا عم. مش كده وربنا، عيل لسه عنده 23 سنه وبيقدم عظمه في كاس العالم. ده فاضل له شويه وهيبقى الهداف التاريخي لكاس العالم، هيدي بورسلاف كلوزا رجله ويقول له يلا يا عم مع السلامه. في ايه؟ اهمد يابا شويه. مش دي يا ابني، مش يا ابني بطوله كاس العالم ده مش لعبه انت جايبينها لك في البيت تلعب بيها. في ناس تانية لعبها معاك، مش انت مش لوحدك على فكره. مبابي ده طالع من الماتش مسجل هدفين ومصارع التالت. الراجل ده لو كان بيضيع كل الاهداف اللي بيضيعها او كل الفرص اللي بيجيله بيضيعها كان زمانه بقى الهداف التاريخي لكاس العالم وهو عنده 23 سنه. مش اسلوب ده الصراحه، ده تهريج. مبابي جاي يهرج، جاي يقلب كاس العالم دي للدوري الفرنسي، الدوري الفلاحين اوروبا. وبينجح في الماتش ايرفي جيرو ان هو يسجل الهدف رقم 52 ليه في تاريخه مع المنتخب الفرنسي عشان يتجاوز رقم تيري هنري اللي هو مسجل 51 هدف. نجح ايرفي جيرو ان هو يوصل للرقم 52 وبيبقى الهداف التاريخي لفرنسا. بس خلي بالك ان مبابي مش هيهنيك على الرقم ده، فهو بشكل كبير قدامه سنه ولا اتنين كمان ويبقى الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا. وبعد كده هنشوف الهداف التاريخي لفرنسا في كاس العالم والهداف التاريخي لكاس العالم عامه، وهيريح ميروسلاف كلوزا الالماني على جنب ويقول له اقعد بقى كفايه عليك كده. اللعيب بقى اللي انا عايز اتكلم عليه هو انطوان جريزمان. لعيب تاني خالص في كاس العالم، بيأدي اداء مختلف تماما. هو البديل المثالي لبوجبا في نص الملعب، بيقدم شغل عالي جدا على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم. حقيقي انطوان جريزمان بتاع فرنسا في كاس العالم غير انطوان جريزمان اللي في اتلتيكو مدريد. ده حاجه وده حاجه تانية خالص. انطوان جريزمان واحد من افضل اللعيبه في كاس العالم، مش بس في فرنسا بس، لا ده بيأدي اداء رائع جدا على مستوى البطوله من اول مباراه لغايه دلوقتي. توقعاتي ان منتخب فرنسا ممكن بشكل كبير يوصل النهائي وممكن يحقق البطوله للمره الثانيه على التوالي ويبقى اول منتخب يحققها في القرن الجديد وثالث منتخب يحققها في تاريخ كاس العالم بعد ايطاليا وبعد البرازيل. اما بقى المنتخب البولندي فهو قدم تقريبا مباراه افضل بكتير من المباريات اللي قدمها في دور المجموعات رغم الخساره نتيجه 3-1، الا انهم كان بيقدموا اداء كويس وقدروا ان هم يهددوا مرمى المنتخب الفرنسي في كذا كوره كده، على يعني نقول حاجات على خفيف. بس كان افضل بكتير من دور المجموعات اللي كان بيقدم كوره ممله جدا وما كانش حد حتى بيحب يتفرج عليها. المنتخب البولندي ليفاندوسكي قدر ان هو يسجل جول من ضربه جزاء في اواخر المباراه. الحكم حسب لهم ضربه جزاء، قدر يسجل الهدف بعد ما ضيع الكوره في الاول، لكن بيرجع الحكم ويعد ضربه الجزاء المره الثانيه عشان خاطر حارس المرمى هوجو لوريس كان متقدم من على الخط ولاعيبه كتير من اللعيبه المنتخب الفرنسي دخلوا منطقه ال 18 قبل ما الكره تتشاط. وقدر بعد كده ليفاندوسكي ان هو يسجل الكوره بعد ما ضيعها في المره الاولى، قدر ان هو يسجلها في المره الثانيه عشان يسجل هدف ثاني ليه في كاس العالم وينهي مغامرته في كاس العالم بتسجيله هدفين بس في تاريخه. فهنشوفوا المنتخب الفرنسي هيقدر يروح لغايه فين في البطوله. انا توقعت ان هم هيقدروا يوصلوا للنهائي وممكن بشكل كبير يحاولوا البطوله الثانيه ليهم. اما اخر مباراه لعبت فكانت امام المنتخب الانجليزي والمنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي كان اقرب للتسجيل، راحوا هددوا مرمى المنتخب الانجليزي في كذا كوره وكان ممكن يسجلوا هدف اول ليهم، لكن المنتخب الانجليزي بيرجع تاني للمباراه وبيكتسح المنتخب السنغالي بنتيجه 3-0 وبيخرجهم من البطوله وبيتاهلوا للدور الثمانيه عشان مستنيهم مباراه رهيبه امام المنتخب الفرنسي. ملحمه منتظرانا في دور الثمانيه بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي. اللي انا عايز اقوله ان المنتخب الانجليزي وجود فيه الفودن مديله تقل جدا في الخط الامامي بعد استبعاد رحيم ستيرلينج من القائمه الاساسيه ومن القائمه كلها اللي قال لك لاسباب عائليه، بس انا مش مقتنع بحاجه زي كده. بس طبعا في الفودن كان افضل خيار من رحيم ستيرلينج، قدر ان هو يدي تقل للمنتخب الانجليزي، قدروا يشكل ثلاثيه رائعه ما بينه وما بين هاري كين وجود بلينجهام اللي بيميل شويه على جبهه فيل فودن، ومعاهم بوكايو ساكا في الخط الامامي برضه مقدم اداء رائع. زيادات لوك شو في الجبهه الهجوميه بتاعته لقدام عامل جبهه ممتازه في وجود فيل فودن ولوك شو، عاملين شغل عالي جدا للمنتخب الانجليزي. وعايز احيي جوردن بيكفورد اللي تصدى الكوره كانت ممكن تغير الماتش تماما، هي كورة بولا ديار اللي استصدر الكرة بالساعد بتاعه وقدر ان هو يخرج كرة كانت ممكن تقلب الماتش. لو المنتخب السنغالي قدر ان هو كان يسجل هدف كان هيبقى اول هدف في المباراة وكان ممكن المنتخب السنغالي يقدر يسيطر والمنتخب الانجليزي يتوتر وفرصته تقل، لكن لا، جوردن بيكفورد كان حاضر وقدر ان هو ينقذ المنتخب الانجليزي من هدف محقق للمنتخب السنغالي.
اللي انا مش قادر افهمه بقى المنتخب السنغالي دخل فيهم الهدف الاول وهو مش عارف ايه اللي حصل. يعني حاجه استغفر الله العظيم يا رب، انتوا كنتوا ماشيين كويس، ايه اللي حصل؟ لا، دخل فيهم الجول فتحوا كل خطوطهم، اللعيبه كلها بتتقدم لقدام، مفيش اي عقل، مفيش حد بيفكر، لا هم كل اللي بيفكروا فيه ان هم عايزين يعوضوا الجول اللي دخل فيه بس مش اكتر. المنتخب الانجليزي استغل الحاله اللي كان فيها المنتخب السنغالي وقدر ان هو يسجل هدف تاني وهدف تالت. المنتخب السنغالي تعامل مع المباراه بشكل سيء جدا، خصوصا بعد ما استقبلوا هدف فتحوا كل خطوطهم وتقدموا لقدام وسابوا وكل لعيب ساب كل ادواره الدفاعيه، ومحدش بقى مطالب يقدم منه الحاجه المطلوبه منه، ما كانوش بيقدموها، لا ده هو كل واحد بقى بيشتغل من دماغه وكله بيشتغل على كيفه، يلا بينا نطلع قدام ونجيب هدف، لكن في الاخر بيلبسوا هدفين كمان والمباراه بتخلص 3-0 وبيودعوا البطوله بكل سهوله. هل ممكن نقول ان غياب ادريسا جانا جاهيه كان يكون اثر على نص ملعب المنتخب السنغالي؟ ممكن اثر على جوده نص الملعب بتاع المنتخب السنغالي، خصوصا برضه في غياب شيخو كوياتي. كل ده مؤثر على نص ملعب المنتخب السنغالي اللي كان تقريبا اهم لاعب فيهم كان نابل اسمنتي، وكان الاثنين اللي كانوا موجودين معاه على طول بصفه دايما شيخو كوياتي وادريسا جانا جايه، الاثنين بيغيبوا، فنص الملعب للمنتخب السنغالي بينهار وبيخسروا نص الملعب. ويعتبر من بعد ما المنتخب السنغالي ضيع كورة اللي كان ممكن يسجل منها هدف اول ويتقدم هو في المباراه، لا المباراه بتتحول تماما والمنتخب الانجليزي بيرجع وبيفوز بالمباراه وبيقول لهم يلا مع السلامه كفايه عليكم لغايه كده. كل اللي اقدر اقوله المنتخب السنغالي قدم اداءات كويسه من اول البطوله لغايه وصوله لدور ال 16، وحقيقي غياب نجمهم الاول ساديو ماني ما كانش مؤثر بالشكل الكبير اللي خلينا نقول ان المنتخب السنغالي قدم مستوى سيء، لا المنتخب السنغالي قدم مستوى كويس، وخصوصا طبعا اسماعيل اصرار اللي كان نجم المنتخب السنغالي في البطوله وقدر يقود السنغال الى الدور ال 16. لكن هارد لك ليهم ان هم بيودعوا البطوله، وخلينا منتظرين المباراه الملحميه ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي اللي انا متوقع فيها بشكل كبير جدا تاهل المنتخب الانجليزي على حساب المنتخب الفرنسي، وهيقصي ابطال العالم وهيحرموهم ان هم يحققوا البطوله الثانيه دي مع التوالي. وبهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اللي عايزين نقول لكم في الاخر ان في مسابقه توقعات هنحضر لها الفتره اللي جايه في الماتشات اللي جايه، علشان مين اللي هيعرف يتوقع بطل العالم بشكل صحيح هيكون ليه جايزه مننا كبيره بالتيشيرت. اي منتخب هو بيحبه هيكون عنده تيشيرت. اهم حاجه ان انت تعمل سبسكرايب للقناه وفولو وتعمل لايك للحلقه لو عجبتك وتتابع كل ما هو جديد، وسيب التوقع بتاعك تحت في الكومنتات واحنا هنعرف نوصل لك وهنوصل لك هديتك لغايه عندك. فما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناه ونشوفكم الحلقه الجايه.